السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا الفيديو دوت يعني فيديو كلام فضفاضه مع بعض. مش طالعه يعني عشان اقول لكم القرص بتتعمل ازاي، لان انا عملتها كتير على القناه، بس حبيت اتكلم معاكم شويه. في بعض القنوات، انا مش هذكر اي اسماء، بس هتكلم في حاجات انا كنت عايزه اعمل بيها فيديوهات، لان التعليقات مش كفايه ان انا اعلق في القناه او كده، مش كفايه. في قناه من القنوات معظمنا يعرفها، قناة كبيرة، زوج وزوجة وهي أصلا يعني واحدة جاية وسط عيلة كلها على اليوتيوب. تمام. المهم بعد ما اتجوزت بعد ما اتجوزت ودخلت وسط العيلة ديت، العيلة خلاص عايزينها هي لوحدها، أو زوجها عايزها هي لوحدها، تنسى أهلها وتنسى أخواتها، تنسى ذكرياتها معاهم. يعني اتجوزته كام شهر، عايزها تنسى كام سنة، عايزة تنسى أمها، تنسى أبوها. ما تتصوريش معاهم، ما تنزلوش صور بينا على السوشيال ميديا وتتشهروا على قفانا. طبعا البنت دي أو الزوجة دي دلوقتي جالها حاجة اسمها العصب السابع، وبتقول أنا كويسة، أنا نفسيتي ما فيهاش حاجة. ناس بيقولها أنتي محسودة، ناس بيقولها رقي نفسك، ناس بيقولها اقرأي قرآن. صدقوني مهما هتعمل علاج، قرآن، رقية، طبعا دي كلها حاجات يعني بنعملها كده في العادي، يعني في حياتنا العادية المفروض بنعملها، يعني عشان نحصن نفسنا وولادنا وبيوتنا وحالنا ومالنا وكل حاجة. لكن البنت دي فيه او الزوجة دي فيه، ده نتيجة زعل ان انتي اهلك بعيد عنك، ومهما حاولتي تخبي، ومهما حاولتي تقولي لنفسك لا انا تمام، انا عايشه تمام، انا زي الفل، مفيش اي حاجه، هيفضل عدم وجود اهلك معاكي حاجه بتنغص عيشتك يعني وحياتك كلها. فده لان انتي يعني من جواكي انتي عايزه اهلك، بس في نفس الوقت مش عايزه تخربي حياتك، مش عايزه تخربي بيتك. خصوصا جالك طفله دلوقتي مش قادره تتكلمي. جوزك كويس معاكي، بس حبيبتي اهلك لا تهلك، وانتي عارفه الكلام ده كويس. عارفه انتي لو مش عارفه الكلام ده ما كنتش هتتعبي نفسيا كده، ما كانش جالك المرض ده. المرض ده مش سهل، ماشي، ومش صعب، يعني ان شاء الله علاجه يبقى كويس، يعني سهل عليكي والدنيا تبقى تمام وترجعي تخفي. بس المرض ده اساسه نفسي، انتي نفسيتك تعبت لما لقيتي نفسك اهلك بعيد. الناس دي اللي انا عشت وسطهم 25 سنة 26 سنة عشان اتجوزت وبقى ليا بيتي وليا بنتي وحياتي، خلاص كده ارمي اهلي ابعد عنهم؟ فده تعبك، ما تنكريش ده. وبالعكس ده انتي المفروض تقولي لجوزك لا ما ينفعش، لان هو دلوقتي لو هو فرحان بيك ان انتي بتسمعي كلامه وبتبعدي عن اهلك، بعد كده هيفكر يقول ده ايه ده، هي بعد اهلها بالسهولة دي؟ طب ما هي ممكن في اي لحظة تبيعني انا كمان. ده هي ما حافظتش على اهلها اللي هم ولدوها وربوها وعلموها وكبروها وجابوها له وجهزها له كده، وتفضل خد بنتنا هيت وعاشرها بالمعروف، بس مش تعاشرها بالمعروف تبعدها عننا. فصدقيني حبيبتي علاجك مش بس باللي انت بتعمليه دوت الطب وبتاع، لا، علاجك اهلك. وانت انت هتبقى يعني انت السبب في قطع الرحم ده، دي قطع صلة رحم، بعيدة عن اهلها، بعيدة عن حياتها. فحاول كده ترجع عن قرارك دوت، وحاول ترجع زوجتك لأهلها، ترجع تكلمهم، يشوفوا حفيدتهم ما بيشوفهاش غير في الصور. ارجع لنفسك ولدينك، لان انت هتتحاسب على اللي انت عملته. هي ماشي دلوقتي هي بتسمع كلام زوجها عشان من الواجب ان هي تطيعك، بس انت لطاعة في معصية الخالق، لطاعة لإنسان في معصية الخالق. يعني انت بتطيعي زوجك وبتعصي ربنا اللي هو قالك صلة الرحم.
فانت كمان واخد وزر كبير جدا ان انت قطعتها عن امها، ابوها، اخواتها. ليه توصل ليه تاخدوا بنات الناس تتعبوهم معاكوا وتفرقوهم عن اهلهم؟ انا بقعد كده مع نفسي افكر، يعني انا اقعد اربي في بنتي دي وتبقى في حضني طول الوقت وفي حضن اختها وما بيتفرقوش عن بعض، عشان يجي في يوم واحد ياخدها مني وياخدها من ابوها ومن اخواتها ويقطعها عنا، ولا نزورها ولا هي تزورنا؟ طب ما انا اجوزها ليه وانا بجيب عيالي واتعب فيهم واتعلق بيهم؟ دول هما حته من قلبي، زي ما بيقولوا كده، حته من الكبد بتاع الام كده، اللي تعبت في حملهم وفي تربيتهم. التربيه مش سهله ده طلع الحمل والرضاعه يعني اسهل ما في الامر، لكن انا اجيب لك عروسه متربيه متعلمه اخلاقها كويسه محافظه على نفسها، ده الصعب في الزمن اللي احنا فيه ده الصعب. الفتن كتير، مفاتن الدنيا كتير. فلما انا اجيبها بعد ما اتعب فيها كل ده، ولما اكبر ما لاقيهاش جنبي عشان المحروس جوزها مش عايزها تشوف امها ولا ابوها، مش عايزة تخدم اهلها، ليه بتعملوا بنات الناس كده ليه؟ طب ما انت ممكن برضو ربنا يبتليك ويجي اهلك يتعبوا، تقدرش انت نفسك ربنا ما يخليكش تقدر ولا يعينك ان انت تقف جنب اهلك وتبرهم، لان انت اصلا من قبل كده سبقت وما خليتش مراتك تود اهلها ولا تمد صلة الرحم. فبص، اللي هتعمله النهارده هيترد لك بكره، ان ما كانش النهارده برضه. يعني ربنا يمهل الانسان، فكر تاني وفكر تالت وشوف هتعمل ايه، لكن انا مش بنسى، يمهل ولا يهمل، هياخد حق اهلها منك تالت ومتلت، ان ما كانش في الدنيا يبقى في الاخره، وان ما كانش في الدنيا والاخره يبقى ليك حق. يعني الدنيا هتتحاسب وفي الاخره كمان هتتحاسب. فاتقوا الله في بنات الناس، واتقوا الله في اهالي ازواجكم وزوجاتكم. فزي ما هي بتبر اهلك وبتعينك على بر اهلك وبر امك وبر ابوك وبر اخواتك والعيله كلها الكريمه، ليه ما تديهاش حقها وتخليها تبر اهلها؟ ليه ما تدهمش حقهم في بنتهم، ان هم يشوفوها ويشيلوها ويتصوروا معاها زي الغريب؟ ده انت الغريب بتكرمه عنك. يعني انا لما بتفرج على الصور كده بلاقيكم متصورين مع الناس الغريبه واهلها لا. ليه وايه المشكله لما هم يتشهروا زيكم؟ هياخدوا منكم اللقمه من بقكم؟ هو انتوا اللي بترزقوهم ولا ربنا اللي بيرزقهم؟ كلام كتير جدا. سيبوا كل واحد ياخد رزقه، ما تبصوش لحد في رزقه. واياكم مقاطعة صلة الرحم، يعني دي عذابها عند ربنا كبير. مش عشان انت الزوج وانت القائد تيجي على مراتك بالطريقة دي. فيا بنت الناس، خديها نصيحة من اخت ليكي كبيرة مش صغيرة. انا اهلك ثم اهلك، بعد كده اي حاجة تانية تيجي وراهم. كلمي معاه، مش عيب مش حرام، كلمي معاه وفهميه ان دول اهلي، ما ينفعش ان انا اقطعهم، ومن حقهم يشوفوا بنتي وييجوا يزوروني في بيتي ويتصوروا معايا، وكمان اعمل معاهم فيديوهات. ايه يعني هما هياخدوا من رزقي ولا رزقك؟ لا، كل واحد ليه رزقه. ايه يعني لما انا وانت وهما ناخد من الرزق ده؟ ايه المشكله؟ ليه تستخسر فيهم؟ ليه تستكتر عليهم النعمه؟ في كلام كتير عايزه اقوله، بس وقت مش هيكفي بينا، خلاص الفيديو قرب يخلص. اتمنى لو الفيديو عجبكم كلامي ما يكونش ضايق حد، اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه وشيروا القناه مع اصحابكم. ولو عجبكم النموذج ده من الفيديوهات قولولي وانا اشتغل عليه وهبقى اقدمه ان شاء الله. لو مش عجبكم برضو الفيديو اكتبولي في التعليقات وانا ما افكرش الفكره دي تاني. واسيبكم في حفظ الله وامنه. كنتم مع ام الامارات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.